مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هذه، حنا ما تنحاربوش وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب الدخول، ما تنحاربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شاهرين هادشي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي، بحيث تنقول لاسبانيا 350 ألف مغربي ومغربيه غادي يمشيو يدخلوا للصحراء، ما بيننا وبينك حتى حرب، ما عندنا معك مشكل، ولا سيما انك انت قررتي انك غادي تخرجي اسبانيا، وخرجي وخلي المحل لولادو والاهلو والسكان. ولكن مقابل هذا تنقول ان المغرب مستعد، بل من الواجب عليه ان يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامه وصيانه الارواح فيما اذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز اسباني. اما كل حاجز اسباني لقينا في طريقنا انا تنقول لهم ما غادي نحاربوكمش، فاذا ما عندكمناش تحاربونا. بالحق اذا كان هناك عنصر اجنبي على الاسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع، بل سوف لا نتردد عن الزحف، وإذاك ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يرجع صد عدوان وغادي يرجع دفاع عن النفس. كيفاش شعبي العزيز إذن المسألة غادي تركب وهذه المسيرة غادي تصاوب؟ أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء، وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين. فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء، حتى تبقى لأبنائي وأبناء أبنائي، حتى تبقى لهم التاج الحقيقي والصولجان الحقيقي، ألا وهي صبغة الوطنية، وتنقول وهي صبغة الله وما أحسن من الله صبغة. فقررنا إذن أن في كل عملة غادي تفتحوا مكاتب أنت التسجيل. شعبي العزيز، قد تبادلت أنت والعرش، قد تبادلتم الوحي، فمرارا مواقفك أوحت العرش انتفاضات، ومرارا إحساسات وتقييمات ملوكك وحت لك بأعمال. ودائما هكذا شعبي العزيز، كنا شيء يسطر شيء، من أين تمر طريق الكرامة وطريق النصر وطريق الاعتزاز بالمغربية. وهذه مرة أخرى شعبي العزيز سنتبادل فيها الإلهام وسنتبادل فيها الوحي، لأنني تصفحت تاريخنا، بل تصفحت تاريخ العالم في هذه المدة الأخيرة، فلم أجد أثرا لملحمة مثل التي ستكتبها أنت شعبي العزيز، ولم أجد أثرا لمسيرة من دولة تسمى في طريق النمو مثل هذه المسيرة، ولا أرضى شعبي العزيز أن يسبقك بها أحد في تحرير بلاده. شعبي العزيز، العالم في بركان من التكوين، افريقيا في بركان من التكوين، افريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير، افريقيا ستصبح يوما ما هي الضحية الأولى لتقرير المصير، إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض. وبغيتي شعبي العزيز حينما تقع مثل هذه يسبقك لمسيرة استرجاع، يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلذات كبدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل
ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. وهذه المسيرة شعبي العزيز سوف تبرهن أولا على إرادتك، سوف تبرهن على أن مطالبة الصحراء هي مطالبة المغاربة كلهم، ماشي طرف من الأطراف أو صنف من الأصناف أو وطنيين أو أحزاب سياسية أو نقابية، هيئات نقابية أو مثقفين، أن مسألة الصحراء هي مسألة تهم المغاربة كلهم. غادي تظهر ثانيا شعبي العزيز على أنه شعب معلوم ما عندناش القنبلة الذرية، ما عندناش الصواريخ، ولكن عندنا من القوة وعندنا ولله الحمد من الزاد ومن الأسلحة، ومع ذلك آثرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو. وستظهرك مرة أخرى بواحد المظهر نتاع النضج علما منا أنه لا يوجد سفاك آثم لا يؤمن لا بالله ولا بالشيطان، لا يوجد رجل يمكن أن يعطي الأمر بإطلاق النار على 350 ألف نسمة مدنية عزلاء لا شيء في يدها إلا كتاب الله